بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم خياتي، مرحبا بكم في قناة سهل وبنين مع أم محمد عبد الرحمن. نرحب بكم وين ما كنتوا تشاهدوني، نقول لكم الف مرحبا. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحه جيده يا ربي. كما راك تلاحظي في لا فيديو اليوم جبت لك وصفه لي سوفلي بزاف هايلين بزاف ناجحين من اول تجربه. واحد العجينه خفيفه بزاف قطنيه، يعني تحس بها بريوش ما شاء الله. نتمنى ان الوصفه تنال الاعجاب تاعك، نتمنى انك تجربيها. صدقوني هايله بزاف بلا الحومات كما راك تلاحظي في الفيديو. فقط للتذكير، اذا كنت اول مره تزوري قناتي نرحب بك. نتمنى منك فضلا وليس امرا انك تشتركي في القناه، تفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد ان شاء الله. بس كنا راح ان شاء الله نبدا في سلسله رمضان، واذا كنت مشتركه نعاود نرحب بك من جديد. بلا ما نطول عليك نروحوا للوصفه نتاعنا ان شاء الله. يلا نبداو بسم الله ونصلوا على النبي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اول مرحله نبداو بها اللي هي تحضير صلصه الطماطم هكذاك باش تكون جاهزه معنا. انا كما راك تلاحظي بزوج حبيبات حتى 3 حبات نتاع طماطم، ضفت عليهم ملعقه قهوه نتاع ملح، ملعقه قهوه نتاع ثوم مجفف، ولا كان عندك طازج لمالا، ملعقه قهوه نتاع بابريكا حاره، ملعقه قهوه نتاع سكر، وملعقه اكل تاع طماطم مصبره، ونضيف عليها كمشه نتاع زعتر. بالنسبه للطماطم ديري 2 حبات او 3، ليسونسيال تكون طريه شويه. نقطعوها مربعات، وضفت عليها ثلث كاس نتاع زيت ما يعادل 3 ملاعق، وضفت عليها نصف كاس نتاع الماء. نحاول بقى نخلط كل المقادير مع بعض ونحطهم على نار متوسطه ونخليهم حتى يطيبوا معنا. عندك الاختيار، اذا طابوا معك تقدري ترحيهم بالفرشيطه، سينو تقدري تفوتيهم في الميكسر ولا البلندر ولا الرحيوه اليدويه كيما تحبي. انا خليها طيب ونروح مباشره نحضر العجينه نتاعنا. كما راك تلاحظي حطيت ملعقه اكل نتاع خميره الخبز، حطيت عليها ملعقه اكل نتاع سكر، وحطيت عليها ملعقه اكل نتاع حليب مجفف. اذا ما كانش عندك الحليب المجفف تقدري ديري كاس نتاع حليب، كيما تقدري ديري علبه تاع ياغورت ناتيغ، وحطيت عليها كاس ونصف نتاع ماء دافي. بالنسبه اذا كان ما كانش عندك الحليب المجفف، يعني في عوض نحطوا كاس ونص تاع ماء دافي، نحطوا كاس تاع حليب ونص كاس تاع ماء دافي. يلا انا نخلطهم مليح مليح، نفتح هذيك الخميره وهذاك الخليط مع بعضهم ونخليهم يروبوزوا واحد 5 دقائق، 5 دقائق حتى 10 دقائق، من بعد نعاود نخدم. بعد ما ارتاحوا كما راك تشوفي عاود خلطتهم مليح، هبط لهم هذاك الخمور، وجبت حبيبه نتاع بيض، ديت منها البياض والصفار، احتفظت به باش من بعد يعني ندهن به الحبيبات تاعنا. كيما راك تلاحظي عاود دخلت هذاك البياض مليح مليح، ومن بعد نجيب 4 كيسان تاع فارينه، 4 كيسان بالتمام تاع فارينه. بالنسبه لك انت يا اختي في الكاس الرابع حذاري، يعني روحي معاه غير بالعقل، بس انا جاتني حساب ديريكت، وانت يا ممكن مثلا على حسب الحجم نتاع البيضه نتاعك قادر يجيك قل كما قادر يجيك اكثر. على بها في الكاس الرابع كوني حذره، ليسونسيال حتكون لك 4 كيسان، وندير معاهم كيس خميره كيميائيه وزنها 10 غرام، وندير معاهم ملعقه قهوه نتاع ملح. كيما راك تلاحظي نحاول بنعجن العجينه نتاعي مليح مليح، ما ندلكوهاش نلموها برك. كيما راك تلاحظي انا نسيت الزيت ما درتهاش، وعلى هذا في الاخير درت ملعقه نتاع زبده. بالنسبه لك اختي نتيا اذا ما كانش عندك المارغرين تقدري ديري في الاول، يعني كي نديروا هذيك بياض البيضه نديروا 3 ملاعق نتاع زيت عاديه، وما نديروش هذه الملعقه تاع المارغرين. واذا كان ما كانتش عندك، واذا كان بغيتيها تجيب المارغرين يعني تجي افضل نتاع الزيت، هما نتيجه كيف كيف، ولكن بالمارغرين تجي ايضا افضل. كيما راك تشوفين حاطه هذاك المارغرين ونحاول باه ندخلها مليح 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 مع بعض، يعني نحاول باش ندلكها هكذاك. في الاول تشوفيها انها شغل جرات معك وكامل، ما تخافيهاش باسكو العجينه في الدوبي كانت متماسكه، ومن بعد كي نديروا ملعقه نتاع المارغرين تبقاي تدخلي فيها تحسيها راهي شغل طرات معاك، لا بقاي غير دلكي فيها وتعجني حتى تتحصلي على عجينه ملساء وطريه وتتلم معك من جديد. فقط كاضافه اذا درتي الزيت وما درتيش المارغرين لاباط تاعك خليها طريه شويه، يعني ما تخليهاش يعني ما تخليهاش يابسه كيما انا درت لها في الاول. واذا كان درتي بالطريقه تاعي تبعي هذا الطريق. بلا ما نطول عليك كيما راك تشوفي انا نحاول باه ندلكها وندخل كل شيء مع بعضها، من بعد نحطها في صحن ولا ليان ولا اي حاجه ونخليها تتخمر معانا، نغطيها ونخليها تتخمر.
بعد ما تخمر اني راح يعني راح نهبط لها الخمور تاعها، يعني خطره واحده برك ماشي نخمرو ونعاودو. ومن بعد نقطعها الى الى قطع متساويه. انا قطعتها على 10 كوريات متساويه، وانتيا كيما تحبي الحجم صغير على السوفلي تاعي يعني تعطي لك اكثر، واذا كان حبيتيها كبيره اكثر يعني تعطي لك اقل. ليسونسيال الحجم المتوسط كيما اللي يتباع في المحلات عطاتني منه 10 كوريات. ليسونسيال هذوك الكرات نبيزوهم ونغطوهم بكيس بلاستيكي، ونحاولوا باش نخلوهم يرتاحوا على الاقل 5 دقائق باش نخدموا بهم هكذاك، باش لاباط تاعك تعطيك الطوح يعني، وتقدري تخدمي بها فاسيلمون. ليسونسيال اللي تبغي تستعمل لنا الميزان تقدري تستعملي الميزان، يعني توزني لاباط تاعك شحال وتقسميها مثلا على 10 كرات وتشوفي النتيجه شحال خرجت لك، واللي تخدم عينها ميزانها كيما انا تعطي لها 10 حبات. ليسونسيال بعد ما ارتاحت معايا 5 دقائق انا راح نجيب يعني كره واحده ونبقى نخدم فيها. كما راك تلاحظي انا بالنسبه للحشو تاعي كما قلت لكم ما استعملت النيجاج ني اللحم ني والو. ديت شويه سلق فورته ودرت له شويه ملح شويه فلفل اسود، وديت كميه من الجبن كيما تحبي طري مثلثات تاع البيتزا، قطعته مربعات، شويه كاشير مربعات. هذيك صلصه الطماطم بعد ما طابت وبردت تماما، وديك صفر بيضاء درت عليها 2 مغارف حليب، وبديت خدمتي على بركه الله. حليت العجينه تاعي رقيقه ما لازمش تكون خشينه باش تجيك خفيفه. ومن بعد انا راح نفرش صلصه الطماطم حذاري ما تكثريش بزاف، باسكو لو كان تكثري ممكن تنفتح لك الخبيزه تاعك في الفرن يعني وتسيح لك على برا. ومن بعد كي فرشت هذيك قسم ملعقه اكل ولا ضفت عليها قسم ملعقه اكل تاع سلق، وضفت عليها شويه فرماج وشويه كاشير. وطبعا يبقى الحشو اختياري، انا هذا حشو موسمي يعني تقدري ديري اي حشو حبيتي نتيا. ومن بعد كيما راكي تشوفي ما وصلتش الحشو نتاعي كامل للحواف، فقط درتو هكذايا في الوسط. من بعد نجيب صباعي فقط نشمخه بالماء ونفوت على هذيك نصف دائره، يعني الفيديو راه موضح هذاك الشيء. ومن بعد نعاود نغلقها ونشكل السفلي تاعي، نضغط مليح العجين مع اخوه هكذاك باش يسق لي غايه. ومن بعد نجيب الفرشيطه يعني نفوت عليه كامل باش نضمن انه ما يفتحش معايا. ومن بعد نحطه في سنيوه مرشوشه بالفارينه وندير له لادوغ تاعي. ومن بعد نرشه بشويه جلجلان ما يكونش محمص عادي، بس راح تدخليه الفرن راح يتحمص اوتوماتيكمون. وبالنسبه للفرن نخليه يروبوزي هذا السوفلي ما 10 دقائق ونطيبوه. بالنسبه للفرن لازم يكون سخون مليح 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 مليح، نشعلوا عليه من تحت ومن الفوق. من التحت تكون متوسطه ومن الفوق تكون هادئه هكذاك باش يعني باش يقفز يبغي شويه النار تكون متوسطه، يعني ما تكونش هادئه وما تكونش زايده بزاف سينو ينحرق لك، باسكو خفيف وفي نفس الوقت يبغي النار هكذاك باش يرتفع معك. فقط للتذكير البنات راني شفت في واحد القناه يعني وحده حطت واحد التعليق وقالت ما كاش كامل اليوتيوبرز اللي تلحق وليد تحط الوصفه تاعها والسلام عليكم، يعني ما تذكر لك الفلانيه ما تذكر لك الفلانيه. انا نقول لك اختي بالنسبه لهذا الشيء تاع تحط الوصفه تاعها وكامل نحترمه كامل سيده وليد، تحط الوصفه تاعها صح وتروح يعني صراحة. وهذا وصفتها ناجحين وصفتها بسيطين وكامل ما شاء الله عليها، يعني نرفع لها القبعة من هذا المنبر. ولكن أختي مش حق عليك أنك تقولي ما كاش يوتيوبرز كما وليد. أنا فقط أني نحضر بصفة عامة، أنا شفت هذا في قناة أخرى يعني ماشي في قناتي وبغيت نعلق عليه فقط. يعني كي تقولي ما تقوليش ما كاش كما وليد، باسكو راهم كاينين صناع محتوى يعني مختلفين، كل واحد يعني كل وحده حاله قناه راهي صانعه محتوى، كل وحده والمجال تاعها. مثلا المجال تاعي تاع الطبخ كيما راك تشوفي كيما سيده وليد وكامل يوتيوبرز اللي فاتحين كيفنا. كيما راك تشوفي اختي راني عطيت لك فيديو شرح مبسط بسيط، ما جبتلكش يعني امورات خارقين للعاده ولا امورات يعني ما عندناش، ولا طيبت لك غير بالبسيط والشرح مبسط وهدرت لك غير باللغه تاعك وباللهجه تاعك، يعني ما تقدريش تعمي على كامل الناس. كل واحد الله يعاونه، كاين لي وحده حاله قناه باغ اكزومبل وتجبد في اخرى وتقول لك الفلانيه والفلانيه يعني بدون ذكر الاسماء كيما رانا نشوفوا مواقع التواصل راهي ملانا بهم. هذيك فقط يقدروا يكونوا كاع صحابات ولا متفاهمين ولا ربي يعاونهم يسهل عليهم، فقط ربما يكونوا باغيين يلموا هذوك المشاهدات وكامل تسيبهم يتعاركوا فيما بيناتهم. ولكن اختي اي وحده يعني حاله
قناه وعندها محتوى الخاص تاعها، الله يسهل عليها. اللي ما عجبتكش وما عجبكش المحتوى تاعها ما تشاهديش، ولكن كي تبغي تذكري شخص واحد فقط، مثلا شتي عليه هذيك الجست، ما تقدريش تعمي وتقولي كامل يوتيوبرز يعني نفس الشيء ولا حاله اخرى. ومن هذا المنبر سيده ام وليد كامل نحترموها وكامل نعزوها، وما شاء الله عليها وما شاء الله على كل واحد، وربي يسهل على كل واحد. كما راكم تشوفوا شاهدكم في الجنة ان شاء الله. اذا عجبكم لا فيديو اتمنى انكم تبارطاجوه، ومع السلامه الى وصفه اخرى ان شاء الله.